اهلا بكم في برنامج كابتن بيبو لمشاركتك في احداثك الكرويه. في البدايه كده يا جماعه، الاهلي هيلاعب بروماحيا الكيني يوم 13/9. بس قبل ما نبدا اعمل لايك وسبسكرايب وكومنت جميل تشجعوني فيه. انا الصراحه النقطه اللي مجنناني ومش عارفه هتتعمل ازاي، لعيبه الاهلي ازاي هتتجمع يوم 13/9 لان منتخب مصر هيلعب مع بوتسوانا خارج مصر يوم 10/9. بصراحه كده ربنا يكون فعلا في عون لعيبه الاهلي. مش عارفه كده هم يلاقوها من مواعيد الجدول المصري ولا المواعيد اللي بيحطها الفيفا. نخش بقى على محمد علي بن رمضان والضجه اللي عاملها الجمهور التونسي في تونس. موقع نسمة التونسي وصف محمد علي بن رمضان بالغدر والخيانه، وكل البلوكه دي عاملينها بقى علشان محمد علي بن رمضان عايز يروح الاهلي. لما يترجى اصلا انت سايبه السنه اللي فاتت اصلا فري، ولو كان في اصلا مكان واحد في النادي الاهلي بس ان كان يجيب لعيب اجنبي كان اشتراه وريح نفسه. فيا جماعه بالله عليكم احنا بنلعب رياضه والرياضه روح حلوه كده، فيعني بلاش التعصب والقلق اللي احنا عاملينه ده. ومن حق اي لعيب طبيعي جدا يروح اي نادي باختياره، انما احنا هنا في مصر وافريقيا وبالاخص الدول العربيه بيعملوا قلق حرفيا الجمهور علشان اللعيب هيسيب النادي بتاعه ويروح نادي تاني. ده بقى هيدخلنا هنا بقى الموضوع زيزو. اخواتي الزملكاويه بيقولوا ان انتقال زيزو لنادي النيوم السعودي كوبري علشان يروح نادي الاهلي. يعني انا راضيه ذمتكم كوبري يا جماعه؟ يعني الاهلي هيحط كل الدولارات دي علشان ياخد زيزو؟ وانا عايزه اقول ان زيزو من احسن اللعيبه في الدوري المصري. طبيعي يعني الاهلي مش هيحط كل الدولارات دي علشان زيزو، وبالاخص ان نادي نيوم جدد العقد لزيزو وقال ان هيدي للزمالك 4 مليون و4 دولار وزيزو 3 مليون و6، وده طبعا هنا في ال3 سنين. يبقى بالمنطق كده الاهلي هيحط ملايين الدولارات دي علشان يشتريه؟ بالمنطق كده الاهلي والله ما بيحطش ملايين الدولارات دي اصلا. وانتوا برضو عموما قولوا لي رايكم، هل انتقال زيزو لنادي النيوم السعودي كوبري علشان يروح نادي الاهلي ولا لا؟ ده برضو يرجع يدخلنا على الاستاذ الدكتور خالد الجوادي مترجم مستر مارسيل كولر السابق اللي طلع امبارح على قناه اون مع المحمودي، وللاسف افشى كل اسرار النادي الاهلي، وقال كمان ان كولر كان بيقول ايه عن اللعيبه. من ناحيه بقى طبعا محمد الشناوي وقفشه وكهربا، وانا هنا رسالتي للدكتور خالد الجوادي انك ما كنتش تنفع تكشف الاسرار، وخصوصا ان كانت شغلانتك مجرد مترجم. عموما برضو التوفيق للجميع. خش بقى على مستر مارسيل كولر اللي حذر من عدم اقتراب من 17 لاعب في الفريق الاول بالاحتراف او الاعاره، وقال هنا بقى ممنوع حد يقرب منه. قال برضو ممنوع حد يقرب من اللاعبين من الناشئين، نيفر فور ايفر. يعني مين بقى؟ طبعا محمد عبدين ومحمد عبد الله ويوسف سيد عبد الحفيظ ومصطفى خير الله. وقال بقى بالنسبه لحمزه علاء انه ما عندوش اي مانع انه يطلع بره ويحترف بس بشرط انه يلعب. فعلا ما سكتش، جاب فعلا عرض لحمزه علاء النادي بودروجيت الصاعد حديثا للدوري المصري. فهل بقى هنا هينتقل فعلا حمزه علاء ولا هيقعد؟ قولوا لي برضو انتوا رايكم ايه. اما بقى بالنسبه لاختيار احسن لعيبه من جهه الرابطه، اكيد يعني تم اختيار كابتن محمد الشناوي احسن حارس في الدوري المصري، واكيد برضو كابتن محمد عبد المنعم احسن سيرد باك، وكابتن محمد هاني باك يمين، وكابتن كريم فؤاد ربنا يشفيه ويرجعه بالسلامه باك شمال، وكابتن مروان عطيه وامام عاشور وسط ملعب. ولسه بقى اكيد طبعا باقي المراكز. وبرضه هرجع واقول بالتوفيق للاهلي اللي دايما فرحنا في اللي جاي ان شاء الله. يلا بينا بقى على اخبار الدوري الانجليزي اللي للاسف مانشستر يونايتد اكتر نادي حصل على الدوري الانجليزي اثبت من بدري كده انه ملوش في الدوري السنه دي. اما بقى بالنسبه للترتيب الدوري فهنلاقي المركز الاول الغول مان سيتي، والثاني برايتون، والثالث ارسنال، والرابع ليفربول. واكيد طبعا بكل التوفيق لفخر العرب محمد صلاح، وان شاء الله يقدر يحقق الدوري السنه دي مع ليفربول. صح كنت هنسى اللي هو برضو بالمناسبه قدر يحرز الهدف الثاني ليه في الماتش الثاني على التوالي. بس طبعا هنا ما ننساش ان في غول مجري اسمه هالاند بيلعب في المان سيتي. عموما برضو كل التوفيق لكابتن محمد صلاح اللي اداره ليفربول عرضت عليه انه يجدد عقده مقابل 400,000 استرليني في الاسبوع. وبالمناسبه برضو نسيت اقول لكم ان محمد صلاح بياخد 350,000 استرليني في الاسبوع. بس هنا بقى طبعا محمد صلاح ما يسكتش ولازم يحط شرط انه عايز ياخد 500,000 استرليني في الاسبوع. وانا متهيالي ان هم هيقسموا البلد نصين ويوصلوا 450,000 استرليني في الاسبوع. وكده طبعا حلقتنا بتكون خلصت، لكن اخبارنا لسه ما خلصتش. ولو لسه ما عملتش لايك وسبسكرايب انزل اعمل دلوقتي حالا. وكان معكم كابتن بيبو لمشاركتك في احداثك الكرويه. سلام.